السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي هنتكلم فيه النهاردة، لو أنا جايب موتوسيكل وعندي وقت بقى وعايز هو ده يبقى مستقبلي وده مصدر رزق الوحيد، وأنا ماليش مزاج إن أنا أشتغل أوبر أو كريم أو توصيل أفراد بمعنى أصح، ولا كمان عايز أشتغل توصيل أطعمة كان مرسول ولا طلبات. أعمل إيه بالموتوسيكل؟ نصلي على النبي كده الأول، نقول عليه الصلاة والسلام. عندك شحن، سواء انت تشتغل مندوب شحن حر لنفسك او مندوب شحن للشركة. الافضل اللي انت لو هتلاقي شركة تمام وشغلها كتير ومية مية وما فيهاش مشاكل، توكل على الله يبقى الشركة. لاني انا بخاف جدا وبقلق من شغل اللي انا اشتغل مندوب شحن حر. بحس ان ممكن اتعرض لعمليات نصب، وادفع فلوس مقدم واروح استلم الاقي الموضوع فيك واشيل الليله. لان معظم الشغل مندوب شحن حر ده بمبالغ كبيره. طيب في حاجه تانية مندوب شحن محافظات. يعني ايه مندوب شحن محافظات؟ معنى مندوب شحن محافظات اللي انا بشتغل سفر، بمعنى اني انا الم اوردر 2 3 4 او 10 او 20، بحيث ان انا اخد اكبر اوردرات راحة محافظة تانية. سواء انا مثلا من القاهرة وبحب اسافر اسكندرية وعايز اشتغل محافظة اسكندرية، او مثلا الاسماعيلية او بندي مثلا يعني. فانا بعمل ايه؟ انا بتابع جروبات، طبعا بكون مش مشترك في جروبات كتير، وبتابع وبحاول اتواصل مع العملاء اللي بيعرضوا ان عندهم اوردرات شحن اسكندرية، وبتفق معاهم وبروح استلم منهم الاوردرات دي. على مثلا مدار يوم 2 3 بلم الاوردرات دي وبسافر بيها اسلمها في اسكندرية. بحاول على قد ما اقدر كمان وانا في اسكندرية يكون مربط اللي انا ارجع كمان باوردرات راح القاهرة. ولكن دي بقى بتبقى عايزة واحد خبرة كبيرة جدا في المجال بتاع الشحن دوت. في ناس يعني يعني ليها علاقات بالشركات وبراندات وكده، واخد بالك، واسست قاعده كبيره من العملاء، بحيث ان هو بقى معروف ان ده مندوب شحن محافظات وبيلم شغله بيسافر بيه وهكذا. بيكون عامل برضه اوردراته اللي راجع من اسكندريه مثلا للقاهره. طبعا الموضوع دوت محتاج خبرة ودراية كبيرة جدا بالمحافظتين، المحافظة اللي بيستلم منها والمحافظة اللي رايحها. نيجي تاني بقى، وطبعا عايزة راس مال، يعني بحيث ان هو يقدر لما يلم الشغل ده وبيدفع مقدم يبقى معاه راس مال معقول يعني. طيب الشغل الشحن الشركات دوت، انا مفيش مشاكل بالنسبه لي. اهم حاجه اللي انت تحاول تدور على شركه يكون المنتج بتاعها اللي هي بتوزعه موثوق فيه، ما فيهوش مشاكل. احيانا بنشتغل مثلا مع الشركه بتاعت مثلا تيشيرتات، وبنروح ناخد شغل كتير او تيشيرتات ونيجي نسلم تقول لك لا الخامه مش هي الخامه رديئه، المقاس مش هو، اللون اللي طالباه مش هو. فلازم تبقى لما تيجي تشتغل مع الشركه اللي يبقى الشركه موثوق فيها، مشكور فيها، او دي يكون ليك زميل اشتغل فيها وبيشكر فيها. ده تعال بقى نفكر في كذا شغلانه ممكن عندك اللي انت تشتغل توزيع اكياس. اكياس بقى، اكياس اللي هي على الصيدليات او سوبر ماركت، بتشوف مصنع او 2 أو 3 وتشوف افضل اسعار وافضل خامات، وبتاخد بتشيل كمية وبتلف على تحبي بقى المنطقة بتاعتك او اي منطقة بتنزل توزع. طبعا انت بتاخد من مصنع جملة، تبدأ توزع الشغل دوت ايه، قطاعي بالكيلو او بالنص كيلو.
السوبر ماركت بقى، بتوع الفاكهة، بتوع الصيدليات، زي ما انت عايز. طيب ادي شغلانة. في شغلانة العيش الشامي، طبعا بتتفق مع الفرنة وبتروح تاخد منها عيش الشامي وبتوزعه على المطاعم. في شغل كتير للموتوسيكل، في اللي انت تشغل دماغك. شغل دماغك هتلاقي شغل كتير للموتوسيكل. يا رب يكون قدرت بس اقول لكم ان اللي او اوصل لكم فكرة اني هجيب موتوسيكل وخايف. لا، هات موتوسيكل وما تخافش. هات موتوسيكل وما تخافش. انا جبت موتوسيكل وكان يعني ظروفي الله اعلم بيها، وجبته قسط وبيت مفتوح وعليا ديون وعيالي في ثانوي، والظروف كانت صعبة قوي، لكن ربنا وقف جنبي ورضاني وسخر لي اللي يساعدني. توكل على الله، استعن بالله، صلي صلاة الاستخارة وتوكل على الله، ودمتم في حفظ الله وأمان ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.